أول تعليق من مدرب شباب بوليسداد الجزائري بعد الهزيمة من الأهلي بسداسية. شاهد بالفيديو ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى نعرف كم عدد محبين وعشاق النادي الأهلي المصري. المدرب عبد القادر عمراني مدرب شباب بوليسداد الجزائري خرج بتصريحات نارية عقب انتهاء مباراته مع النادي الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا، وأدلى بتصريحات صادمة جدا للجميع نقلتها الإذاعة القطرية منذ قليل. عبد القادر العمراني قال في تصريحاته إن هو النهاردة كان بيلاعب فريق كبير جدا 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 وهو النادي الأهلي، وقال كمان إن دي أسوأ مباراة أنا درتها فنيا في حياتي، وقال إن دفاع شباب بوليسداد أخطأ أخطاء فادحة طوال المباراة وعمل اللي ما عملوش لعيبة النادي الأهلي. عبد القادر عمراني قال أنا حزين جدا على اللي حصل النهاردة وما تمناش إن يكون في مدرب في نفس الموقف اللي أنا فيه دلوقتي. أنا خسرت بسداسية، ولكن برضو أنا خسرت أمام مرعب أفريقيا كلها. أنا خسرت أمام النادي الأهلي المصري اللي بيشارك في بطولات قارية وعالمية وعنده عدد كبير جدا جدا من البطولات. مفيش أي نادي في أفريقيا قدر يوصل للي وصله النادي الأهلي. أنا ببارك طبعا للاعيبة النادي الأهلي وببارك لجمهور النادي الأهلي على الأداء والنتيجة. بصراحة النادي الأهلي يستحق الفوز، نحن لا نقدم شيء اليوم. وقال كمان عبد القادر عمراني إن هو كان مبسوط جدا جدا من التواجد الكبير من جماهير النادي الأهلي، وقال إن صوت جماهير النادي الأهلي من أول دقيقة لآخر دقيقة ما سكتش خالص في الملعب، وقال إن هو بيتمنى يشوف سيناريو أحسن من كده في مباراته القادمة مع النادي الأهلي هناك في الجزائر. هذه كانت بعض تصريحات عبد القادر عمراني المدير الفني لنادي شباب بوليسداد.